السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا جماعة، نهاية مسلسل الخطيفة عملت ضجة كبيرة وقسمت الناس لفريقين. فريق شايف إن نهاية أسطورية، وفريق تاني بيقول إن كانت متسرعة جداً وضيعت المسلسل. طيب، مين الصح؟ هل النهاية دي كانت فعلاً تحفة فنية ولا كانت مجرد قفلة سريعة وخلاص؟ خلونا نحلل الموضوع ده مع بعض ونشوف كل التفاصيل. خلونا نبدأ من المشهد الأكثر تأثيراً. تخيلوا معايا، كل كاست المسلسل متجمعين بيشوفوا الحلقة الأخيرة سوا، قلوبهم بتدق بسرعة، ومع آخر لقطة المخرجة بنفسها سوسن الجمني ما قدرتش تمسك نفسها وانهارت من البكاء، بكاء الفرحة والنجاح. دموعها دي لوحدها بتحكي قصة تعب شهور طويلة ونجاح كسر الدنيا. طيب، في حلقتنا النهاردة رحلتنا هتكون شاملة. هنبدأ بأجواء الاحتفال والدموع اللي شفناها، وبعدين هنغوص في النهايات السعيدة اللي فرحت قلوب الملايين. بس لحظة، مش كل حاجة كانت مثالية. هنتكلم كمان عن النقطة اللي سببت جدل كبير: هل النهاية كانت متسرعة؟ وهنكشف الأسئلة اللي محدش لقالها إجابة، وفي الآخر هنوصل مع بعض للحكم النهائي. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، الاحتفال المؤثر. الحلقة الأخيرة من الخطيفة ما كانتش مجرد حلقة عادية، لا، دي كانت حدث الكل كان بيتكلم عنه. يعني السوشيال ميديا كانت حرفياً مولعة. كل الناس كانت بتكتب وبتحلل وبتشكر في قوة القصة والإخراج. المسلسل ده قدر يوحد الناس على حبه، وقدر يلمس قلوبنا كلنا، وده بحد ذاته نجاح تاريخي. طيب، إيه هو سر الاحتفال الكبير ده؟ السبب بسيط وجميل: النهايات السعيدة. الكاتب عرف إزاي يرضي الجمهور. خلونا نشوف إزاي كل خيوط القصة اتربطت في الآخر. هنا الإبداع كله، كل لغز اتحل. يوسف رجع لحضن أمه بعد 25 سنة، وده المشهد اللي خلى الملايين تبكي. والعدالة أخذت مجراها، وبدأ التحقيق مع اللي خطفوه. حتى زينب رجعت لبيتها وأولادها، والأخين علي وجمال علمونا درس كبير في التضحية. بجد نهاية تبرد القلب وتفرحه. بس هل النجاح ده كان بس عشان القصة نهايتها سعيدة؟ لا طبعاً، الموضوع أعمق من كده بكتير. في سر تاني خلى المسلسل ده يوصل للناس بالشكل ده. المسلسل ده لعب على وتر حساس جوه كل واحد فينا. اتكلم عن قوة الأم اللي ما بتستسلمش أبداً، وعن قوة العيلة اللي ما بتتكسرش، وعن أهمية العدل والأخوة الحقيقية. الرسائل دي هي اللي خلتنا نتأثر ونحس إن المسلسل ده بيتكلم عننا. ولكن هنا لازم نقف شوية. رغم كل النجاح ده ورغم كل المشاعر والدموع، هل النهاية كانت مثالية 100%؟ المفاجأة هي لأ. في ناس كتير كان عندها ملاحظات مهمة جداً، وهنا بيبدأ الكلام الجد. ونوصل دلوقتي للنقطة اللي عملت أكبر خلاف بين الجمهور: السرعة. ناس كتير جداً حست أن النهاية كانت سريعة أكتر من اللازم. يعني فكروا فيها كده، لغز استمر 25 سنة انكشف واتحل واتلم في حلقة واحدة بس. هل ده منطقي؟ ناس كتير حست إن الأحداث كانت محتاجة وقت أكتر عشان نستوعبها ونصدقها. يعني ردود فعل الشخصيات على الصدمة بالحجم ده كانت سريعة جداً. والانتقاد ده بيخلينا ندخل في تفاصيل دقيقة أكتر. في نقط معينة الجمهور مسك فيها وقال إنها كانت محتاجة توضيح، أو ببساطة مش منطقية. خلونا نشوف إيه هي. يعني مثلا شخصية زي فاروق، إزاي يتقبل صدمة زي دي من غير ما نشوفه بيمر بمراحل نفسية طبيعية من الصدمة والإنكار؟ وشخصية قمر اللي ظهرت فجأة واختفت فجأة، إيه كان هدفها بالظبط؟ والأهم، السواق صادق اللي كان محور مهم في القصة، ما شفنالوش أي رد فعل. كل دي تفاصيل خلت الناس تقول يا ريت المسلسل كان أطول شوية عشان يدي كل حاجة حقها. طيب، بعد كل الكلام ده نوصل لإيه؟ إزاي نقدر نحكم على نهاية زي دي؟ هل هي نجاح ساحق ولا فشل درامي؟ الحقيقة إن الإجابة أعقد من كده، والصورة دي بتلخص كل حاجة. من ناحية المشاعر والتأثير العاطفي، النهاية كانت نجاح كاسح، خلتنا كلنا نعيط ونتأثر. لكن من ناحية البناء الدرامي والمنطق، كان فيها تسرع ونقص في العمق. يعني المسلسل قدر يوصل لقلوبنا حتى لو ما قدرش يقنع عقولنا بنسبة 100%.
وفي النهاية مسلسل الخطيفة هيفضل عمل درامي كبير أثر فينا كلنا. بس ورانا السؤال مهم جدا بجد، إيه الأهم في أي عمل فني؟ القصة المثالية اللي ما فيهاش غلطة، ولا المشاعر القوية اللي بتفضل معانا حتى بعد المسلسل يخلص؟ أنا متحمس جدا أسمع رأيكم في الموضوع ده. اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان تشوفوا تحليلات أكتر. أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.